عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هقول لكم ده غدانا النهارده. هنعمل حواوشي بالعيش البلدي. معايا كيلو لحمة مفرومة، ومعايا 3 بصلات كبار مبشورين، ودي خضرة انا واخدة بس الايه الورق، مش عاملة العيدان، ودوت فلفل رومي وفلفل حار، يعني عاملة الاتنين على بعض. ودي بقى تركه من عندي، دي جزرايه مبشوره، بتدي طعم جميل جدا. والبهارات ملح وكمون وفلفل اسمر. وشوف هنعمل ايه بقى. هنفضي اللحمه كده، بسم الله، عليها البصل، عليها الخضره والجزره والفلفل الحار والرومي. هحط بالظبط معلقتين زيت والبهارات، قلبهم كويس بقى جدا لغايه ما تتناسج الخضار مع اللحمه، واحطهم في التلاجة ساعه. وبعد ما طلعت بقى اللحمه من التلاجة بعد ما قعدت ساعه عشان تبقى طعمها حلو، جبت بقى العيش. بيبقى عيش حواوشي من الفرن او عيش نص سوا، بيبقى طري شويه عن العيش اللي احنا بناكله. افتحوا بقى كده معاكم. كيلو اللحمه تقريبا بياخد 8 ترغيفه او 10 ترغيفه. خلصت الكميه كلها اهو وفاض. هو المفروض 10 ترغيفه لو كبار شويه، انا جايباها العيش صغير شويه، فممكن يعملوا 10 ترغيفه كبار. هنبططه بس كده كويس علشان يتساوى في اللحمه، ما تبقاش حته اعلى من حته. هنعوز بقى وشها كده نقطه زيت،
وهندخلها الفرن. وادي الحواوشي بقى وجماله. وده الكفته اللحمه اللي اتبقت عملتها كفته، مش هقدر اقول لكم الريحه عامله ازاي. سلطه الطحينه، بصوا كده معايا. بسم الله. بصوا بألف هنا وشفا.